العلاقة مع الأشياء. العلاقة مع الأشياء، هل ممكن أن تؤثر علاقتنا مع الأشياء بعلاقتنا بشكل عام؟ الجواب نعم، والدليل أن ثمة علاقات ليست مع الناس وليست مع الذات، وإنما مع الأشياء. مثالها: دخلت تلك المرأة الجنة في كلب سقط، هذه علاقة مع الحيوان. ودخلت تلك المرأة النار في هرة حبستها. إذن الذي أفسد عليها دنياها ودينها علاقة مع الحيوان. علاقتنا مع الأشياء من حولنا تؤثر فينا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة في أهل الغنم. إذن الحيوانات أثرت فينا. بعض الناس يجادل أحيانا، يقول فلان لا يمكن يأثر علي. لا، يأثر نص. إذا الحيوانات تؤثر علينا، فما بالك بالناس اللي حولنا كيف ما يأثرون علينا، والصاحب ساحب. السكينة في أهل الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والصلابة في أهل الإبل. إذن الإبل أثرت على أهلها، والغنم أثرت أيضا على أهلها. وابن خلدون يقول أيضا غير الحيوانات تؤثر فينا، وهو عالم الاجتماع، يقول البقاع تؤثر في الطباع. كيف؟ قال انظر إلى أهل الجبل، كيف سرعة كلامهم، حركتهم، وأيضا مشيتهم، سريع في الكلام والحركة والمشي وردة الفعل. ثم انظر إلى أهل السواحل، كيف يمطون الكلام. مرة كنت في أبها وجيت قلت حق المطعم، قلت له أبغى دجاج، قال لي أنت من أهل الرياض. فقلت له كيف عرفت؟ قال لي أهل الجنوب يقولون دجاج يجيبها بسرعة، يقولوا أهل الشرقية يمطها، يقولوا أهل الوسط يجيبها بسرعة، وكأنه يقول أن البقاع تؤثر في الطباع. إذن علاقتنا مع الأشياء تؤثر فينا، علاقتنا مع ذواتنا تؤثر فينا، علاقتنا مع الله عز وجل تؤثر فينا، علاقتنا مع الناس أيضا تؤثر فينا. أنا وأنت وابني وابنك وأخوك وأخوي، لو تسأله أو تسأل كثير مننا، لا أعمم، تحب أبوك ولا صديقك أكثر؟ قال لا، أحب أبوي، ولا يسوى عند صديقي عند أبوي شيء. طيب تحب تسافر مع أبوك ولا مع صديقك؟ يقول لا والله أنا أحب أسافر مع صديقي. طيب لماذا ترتاح مع صديقك أكثر مع أنك تحب والدك أكثر؟ لأن الحب لا يأتي بالراحة أحيانا. الحب قد يكون في العلاقة السطحية، لكن الراحة ما تجي إلا في العلاقة العميقة. العلاقة العميقة اللي فيها العفوية والتعبير عن المشاعر وما في رسمية، ويقول لي في خاطره ويشاركني في اهتماماتي، هذه علاقة يسمونها علاقة عميقة. هل علاقتي مع أبنائي علاقة عميقة؟ هل علاقتي مع زوجتي علاقة عميقة؟ أم أن معظم حواراتنا مبنية على ماذا يحتاج البيت وماذا يحتاج الأبناء؟ والسؤال الأكثر شهرة: وين الشاحن؟ إذا كانت علاقتي مع زوجتي من هذا النوع فالعلاقة قطعا هي علاقة سطحية. إذا كان علاقتي مع أمي مع أبوي، شلونكم عساكم طيبين، تبون شيء عندكم، على مستوى المعلومات فقط، فعلاقتي مع والدتي ووالدي علاقة سطحية. إذا ما أدخل في اهتماماته، إذا ما أشعر بأهميته، إذا ما أشارك في أحزانه، إذا ما أسعد بما يسعده، فعلاقتي معه ليست علاقة عميقة. العلاقة العميقة مبنية على التشارك في الاهتمامات والأحزان والمشاعر والطموح والمشاكل، وكثير منا لا يفعل ذلك. لذلك إذا شفت اثنين أخوان يحبون بعض مرة ودائم مع بعض، يا أخي نقول ما شاء الله عليهم كنهم أصدقاء. وإذا لقينا أصدقاء مع بعض دائم قلنا ما شاء الله عليهم كنهم أخوة. طيب يا أخي خلونا نرسى على بر، يعني أيهما أعمق؟ العمق ليس في الصداقة، وأيضا ليس في الأخوة. ليس بالضرورة أن أخوك في العلاقات العميقة، لا، وليس بالضرورة أن صديقك في العلاقات العميقة. من أجاب على هذا السؤال؟ أجاب عليها ذلك الأعرابي لما سألوه: أيهما تحب أكثر، أخاك أم صديقك؟ من تحب أكثر؟ قال: لا، أحب أخي إذا كان صديقي. إذا أخوي صار زي صديقي أنا أحبه أكثر. إذا أخوي بس أخوي على مستوى المعلومات والحقائق، فصديقي أحبه أكثر. لذلك خلونا نراجع علاقتنا مع الأهل، مع الأبناء، مع الزوجة، مع أمك، مع أبوك، راجعها، انظر ماذا يحبون، ثم شاركهم في تلك الاهتمامات. هناك مجموعة فيتامينات، فيتامين سي لمن أصابته زكمة. العلاقات أحيانا يصيبها زكمة ولها فيتامين سين، كلمات يوجد بها حرف السين إذا استخدمتها في علاقتك ممكن هذه العلاقة أنها تزدهر وتتعافى بإذن الله تعالى. أولاً إسعاد الطرف الآخر، لاحظ السين موجودة، إسعاده، حسن العبارة وردة الفعل، السين موجودة، السخاء معه، الستر عليه. ودعوني أذكرها لكم بطريقة مرتبة. أولاً السلام عليه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ السلام يورث العلاقة.
السلام عليه والابتسامة له والاستماع إليه، لاحظ كلها سين، والاستماع إليه، مسايرته عند الغضب، مسارعته إلى الخير، مساعدته عند الحاجة، مؤانسته عند الحزن، مواساته عند الألم، مجالسته عند الطلب، مجانسته في الاهتمامات، الإحساس به والإحسان إليه. هذا فيتامين السين إذا استخدمناه بكثرة في علاقتنا مع أي شخص سنأسر قلبه بإذن الله تعالى. في فيتامين ثاني أكثر تركيز اسمه فيتامين صاد. الصاد أن يكون بينك وبينه صلاح دينك ودنياك. أيضا من فيتامين صاد الصلة. 2 الصراحة أدوم للعلاقة. 3 الصدق معه، الصدق أدوم للعلاقة. 4 الحرص عليه والنصح له والصفح عنه. هذه كلها تعينك في إنشاء العلاقة بشكل ممتاز وبشكل جيد بإذن الله تعالى. أيضا نصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصره هذا حرف الصاد موجود، والصبر عليه والتواصي معه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصادات أو الكلمات التي تتوسطها أو تختمها أو يبدأ حرف الصاد أيضا من فيتامينات العلاقات. أختم ب6 كلمات إذا وجدت في العلاقة عطرت أجواءها. الكلمة الأولى: عود لسانك أن تقول أحبك لمن تحب. طيب هذا كلام مسلسلات؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الحب في عقيدتنا متأصل. قال: يا رسول الله إني أحب فلان. قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. راح قل له: أحبك إذا أحببت، آسف إذا أخطأت، شكرا إذا خدمت، لو سمحت إذا طلبت، أبشر إذا طلبت، أحسنت إذا حفزت، السلام عليكم إذا دخلت أو خرجت. أيها الكرام، وأنا أقول لكم أحبكم وشكرا لحضوركم وآسف للإطالة عليكم، ولو سمحتم أن تذكروني بدعوة في ظهر الغيب، وأقول لكم أبشروا بأننا بإذن الله إن أحسننا النية سيصلح الله عز وجل البقية بإذن الله تعالى. وأخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.